السلام عليكم. النهاردة انتهت قرعة دوري أبطال أفريقيا. طبعا مشارك في البطولة من مصر النادي الأهلي وبيراميدز. النادي الأهلي القرعة جت مع فريق الهلال السوداني، فريق قوي الهلال السوداني، بس إن شاء الله الأهلي يعديه بإذن الله. وبيراميدز مع الجيش الملكي المغربي. طبعا مباراة قوية جدا لبيراميدز ومباراة صعبة، لأن بيراميدز تقريبا يعني أول مرة يلعب بالدور ده وما عندوش خبرة المباريات القوية دي. فإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي ونادي بيراميدز. أما قرعة الكونفدرالية اللي فيها الزمالك والمصري فكانت كالآتي برضو. فريق الزمالك وقع مع فريق ستيلنبوش من جنوب أفريقيا، فريق اسمه غريب كده. والمصري البورسعيدي مع سيمبا التنزاني. طبعا مصر مواجهة تكون صعبة شوية، والزمالك إن شاء الله مواجهة تكون سهلة بالنسبة له. الزمالك فريق كبير وبيعرف يعدي المباريات ديت. طبعا هو بيلعب في الكونفدرالية بقاله 3 سنين أو 4 سنين، ودي ما تليقش بنادي الزمالك خالص. يعني نادي الزمالك فريق كان معاه 5 دوري أبطال أفريقيا في يوم من الأيام لمدة طويلة جدا، كان هو أكتر فريق في أفريقيا معاه بطولة دوري الأبطال. إن شاء الله يعود لها مرة تانية بإذن الله. إن شاء الله كل التوفيق للأندية المصرية. السلام عليكم.